في فيديو النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب القصص اللي حصلت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا التاريخ الأمريكي مليان بالأحداث الغريبة والغامضة، وكل شوية بيطلع بنظرية شكل زي المنطقة 51 والحائط الجليدي والكلام ده كله. لكن اللغز ده بالذات قديم شوية، من سنة 1952 تحديدا، وإلى الآن حواليه هالة من الغموض. القصة اللي احنا بنتكلم عنها دي هي قصة اختفاء مدينة كاملة اختفت فجأة من على الخريطة. والمدينة اللي بنتكلم عنها هي مدينة أشلي في ولاية كانساس. القصة دي من أكتر الحوادث الغامضة اللي الناس ما زالت بتتكلم عنها لحد دلوقتي، وحواليها كتير من الجدل والغموض. ومع إنها مليانة تفاصيل غريبة، لكن إلى الآن مفيش ولا تفسير واحد واضح أو أكيد بخصوص اللي حصل للمدينة دي. وهنحاول في الفيديو ده إننا نغطي الحادثة بالتفصيل، ونتكلم عن كل النظريات اللي تم طرحها عشان نحاول نوصل لإجابة، أو على الأقل نفهم شوية من الأحداث اللي حصلت في المدينة دي أو سبب اختفائها. وهل هي كانت موجودة فعلا واختفت، ولا ما كانش فيه وجود لمكان زي ده أصلا وكل اللي بيتقال ده مجرد إشاعات؟ فيلا خلينا نبدأ مع بعض. مدينة أشلي كانت مدينة صغيرة جدا، وعدد سكانها كان 700 شخص تقريبا، ومكانها كان في منطقة هادية جدا في ولاية كانساس الأمريكية، وكان مكان بعيد شوية عن المدن الكبيرة، والناس فيها كانت بتعيش حياة بسيطة، ومشهورين إنهم عيلة واحدة كبيرة والكل بيهتم ببعضه. وطبعا ده بسبب إن عددهم قليل، إحنا بنتكلم عن 700 واحد تقريبا، يعني ممكن تلاقيهم في الآخر كلهم كانوا قرايب لبعض. لكن للأسف الحياة الهادية الجميلة المستقرة دي ما فضلتش زي ما هي كده لفترة طويلة، لأن في يوم 16 أغسطس سنة 1952 الحياة في مدينة أشلي كانت ماشية بشكل طبيعي زي كل يوم. الناس رايحة شغلها، أطفالهم بيلعبوا في الشوارع، والدنيا حلوة وكل حاجة كانت عادية جدا. لحد الليلة دي حصلت حاجة مش طبيعية خالص، لأن الساعة 3:28 صباحا يوم 17 أغسطس زلزال كبير جدا ضرب المنطقة حوالين مدينة أشلي، زلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر. الناس اللي في المدن القريبة من أشلي حسوا بيه وافتكروا إنه مجرد زلزال خفيف ومش هيعمل لهم حاجة، بس اللي حصل بعد كده كان أغرب من الزلزال نفسه. الناس اللي كانت بتحاول توصل لمدينة أشلي بعد الزلزال اكتشفوا إن المدينة مش موجودة أصلا، مش موجودة بالمعنى الحرفي للكلمة، يعني مفيش أي مباني، مفيش شوارع، ولا حتى علامة إن كان في هنا مدينة، وكأن الأرض اتشقت وبلعتها. بس قبل الزلزال بشوية الموضوع برضو كان يوحي إن في حاجة غريبة بتحصل، وكأن أهل مدينة أشلي كانوا حاسين إن في حاجة غلط هتحصل، أو ممكن يكون في حاجة فعلا ابتدت تحصل حتى قبل الزلزال. وده لأن قبل ما تختفي المدينة الشرطة استقبلت مكالمات غريبة من بعض سكان مدينة أشلي. الكلام ده في ليلة 16 أغسطس. الشرطة سجلت أكتر من 10 مكالمات من سكان المدينة بيشتكوا من إنهم شايفين نور غريب في السماء. النور ده كان في الأول صغير، لكن مع مرور الوقت بدأ يكبر ويقرب أكتر من المدينة. وبعض الناس كمان كانوا بيقولوا إنهم شايفين كائنات غريبة حواليهم مع الضوء، وكانوا بيوصفوهم إنهم كائنات مش بشرية، حاجة كده زي ظلال أو أجسام بتتحرك في الظلام، مش واضح الملامح بتاعتها بالظبط. الشرطة وقتها ما كانتش عارفة تفسر المكالمات دي، وافتكروها مجرد خيال أو وهم. بس بعد ما المدينة اختفت المكالمات دي بقت دليل مرعب على إن كان في حاجة غير طبيعية بتحصل في المكان ده. وحتى قبل يوم 16 أغسطس كان برضو في حاجات غريبة كتير بتحصل في المدينة أو حواليها. يعني تقريبا من بداية شهر أغسطس كان في واحد من المزارعين بيقول إنه بيسمع أصوات غريبة جاية من آخر المدينة أو عند حدودها كده. ولما قال لبعض الناس من المدينة على الموضوع ده قالوا له إنهم برضو كانوا بيسمعوا حاجات زي كده. ومش كده وبس، لا، دول أحيانا كمان كانوا بيشوفوا أضواء مثلا وبتروح وبتيجي، أو خيال لمخلوقات. بس الموضوع برضو موقفش لحد هنا، لأن نفس المزارع ده يوم 8 أغسطس كلم الشرطة بالليل وقال لهم إنه شاف زي فتحة كبيرة في السماء لونها أسود وشكلها غريب. طبعا لو أي اسم شرطة جاله بلاغ زي ده هيقول على الشخص ده مجنون، فمحدش اهتم بالبلاغ ده وقتها. لكن بعدها في ناس كتير من المدينة بلغوا وقالوا نفس الحاجة بالظبط، فالشرطة بعتت قوة من عندها تشوف إيه اللي بيحصل. والمفاجأة إن الناس اللي راحت قالت إنهم شافوا نفس الحاجة. فلما الموضوع كبر كده شرطة البلد استعانت بشرطة بلد تانية قريبة منهم اسمها هايز، لأن هايز كانت أكبر ومجهزة أكتر.
طبعا في الأول برضو ما كانوش مصدقين الكلام اللي بيتقال ده، ازاي يعني فتحة كبيرة سودا وفي السماء والكلام الغريب ده. واللي خلاهم مش مصدقين أكتر إن هايز ما كانتش بعيد قوي عن أشلي، يعني لو في حاجة في السماء فعلا في أشلي هيقدروا إنهم يشوفوها من عندهم، وهم ما كانوش شايفين أي حاجة. لكن مع الوقت وإصرار أهل أشلي وشرطة أشلي، قررت شرطة هايز إنهم يبعتوا شرطي واحد وهو ألان عشان يشوف إيه اللي بيحصل بالظبط. وفعلا ركب ألان عربيته، وفي طريقه لأشلي لقى إنه رجع تاني لهايز، فاستغرب من الموضوع ده وقال عادي، يمكن ما كنتش مركز ولا حاجة من ضغط الشغل وأخدت طريق غلط. فراح واخد نفس الطريق تاني لأشلي ولقى نفسه قدام هايز مرة تانية، فابتدى يحس بقى إن في حاجة غلط، والموضوع ده اتكرر مرة كمان. ساعتها أدرك إن في حاجة بتحصل بجد، وإن في قوة خفية بترجعه للمدينة كل لما يحاول يخرج منها. فراح تاني لاسم الشرطة بتاع هايز وقال لهم على اللي حصل، فابتدوا يحسوا بقى إن لأ، الموضوع ده كده وراه حاجة ومش مجرد تخاريف. فبعتوا قوة أكبر، مش مجرد شرطي واحد، وكانوا في أكتر من عربية مع بعض، وخدوا نفس الطريق لأشلي، وحصل معاهم نفس الحاجة ومعرفوش يوصلوا برضو لأشلي. وفي الوقت ده كانت مكالمات الناس مش بتقف، وبيقولوا إن الفتحة السوداء اللي في السما دي بتكبر أكتر من الأول. فالشرطة طبعا بدأت تتأكد إن في حاجة غلط، لكنهم مش عارفين يوصلوا للمدينة، فبيدوهم شوية نصايح ويقولوا لهم إنهم هيتصرفوا وبيحاولوا يطمنوهم. واستعانت شرطة هايز بطيارة هليكوبتر عشان يشوفوا اللي بيحصل، لكن لما الطيارة راحت للمكان اللي المفروض فيه مدينة أشلي، فاللي حصل إنهم شافوا مكان المدينة قطعة من الأرض فاضية تماما. والموضوع موقفش هنا، لا ده كمان سكان المدينة تاني يوم كملوا في المكالمات بتاعتهم الصبح وقالوا إن الشمس ما شرقتش عندهم. والموضوع كمل وفضل يزداد غرابة أكتر وأكتر، لأن بعد كده في ست اتصلت بالشرطة وقالت إن بنتها الصغيرة عمالة تكلم أبوها اللي واقف بره البيت في الظلام الدامس ده. والغريب إن أصلا أبو البنت دي مات من 3 سنين في حادثة. والشرطة ابتدى يجيلها بلاغات كتير عن حاجات شبه كده، عن أطفال بتتكلم مع ناس ميتة أو مجهولة الهوية. وتاني يوم على طول المدينة كلها كانت بتبلغ عن اختفاء أطفال، واللي عددهم مش قليل، احنا بنتكلم تقريبا عن 200 طفل، يعني أكتر من ربع سكان المدينة اختفوا في لمح البصر، ومن غير أي أثر ولا في أي دليل يثبت الأطفال دول راحوا فين ولا اختفوا ازاي ولا أي حاجة. وبعد كده برضو استمرت الحاجات الغريبة اللي بتحصل دي في الظهور، وفي ناس كانت بتقول إن في نار عظيمة جاية من بعيد وداخلة على المدينة، وبعض الناس بتقول لا دي جاية من الفتحة السوداء اللي موجودة في السماء. وفضلت البلاغات تزيد عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المدينة، لحد آخر مكالمة صدرت من المدينة قبل ما تختفي بشكل كامل، واللي كانت من سيدة عجوز وكانت بتحاول إنها تستنجد بالشرطة. وبعد ما اتصلت قعدت تقول إن كلهم رجعوا، وطبعا الشرطي مش فاهم أي حاجة، فقالت له إن كل الناس اللي كانوا ميتين قبل كده رجعوا وخرجوا من النار. قالت أنا شفت ابني من شوية كان في الشارع وكان خارج من النار وجسمه متفحم وما فيهوش حتة سليمة. والغريب إن ابنها ده مات أصلا من فترة في حادث سير. وطبعا الشرطي كان بيحاول يهديها وبيسألها هي فين، وبيسألها كمان هي ما فتحتش ليه. فردت عليه وقالت له إن في ناس فتحت لقرايبها اللي خرجوا من النار وكانوا فاكرينهم حقيقيين، ولكن أول ما فتحوا ليهم البيت كان بيولع وكان بيتم احتجاز الناس جوه البيت والكل بيموت. وفي أثناء ما الشرطي كان بيكلم الست العجوزة كان سمع صوت صريخ من مكان قريب، وهي بتقول له أنا خفت قوي من اللي حصل فقعدت في القبو بتاع البيت وقافلة على نفسي. لكن فجأة صوتها بيتقطع وبيجي صوت من بعيد لطفل بيقول انت فين يا ماما، وبيدخل المكان اللي الست فيه وبيفضل يبحث عنها لحد ما بيلاقيها وبيقول أخيرا قفشتك يا ماما، كنت مستخبية مني ليه؟ والست العجوزة عمالة تصوت بشكل هستيري ومش مالكة نفسها من اللي بيحصل. وبيحاول الشرطي انه يقول لها هيمشي ما تقلقيش، ولكن فجأة بيسمع أصوات غريبة في السماعة والصوت بيقطع خالص. وبكده دي كانت آخر مكالمة بين حد من سكان المدينة والشرطة. وبيجي اليوم المشؤوم اللي اتكلمنا عنه من شوية، وهو يوم 16 أغسطس اللي هو يوم الزلزال. وساعتها الأخبار كلها كانت بتقول إن الزلزال مركزه تحت مدينة أشلي، وتقريبا قوته 8 ريختر، يعني قوي جدا، وأثر شوية على المدن اللي جنبها لكن ما عملش كوارث. بس أكيد أشلي حصل فيها مشاكل، فشوية من رجالة شرطة هايز راحوا على هناك عشان يشوفوا اللي بيحصل. والمرة دي فعلا قدروا انهم يوصلوا، وما حصلش موضوع انهم يرجعوا كل شوية لهايز اللي كان حصل معاهم من كام يوم ده. لكن لما راحوا هناك كانت المفاجأة ان المدينة ملهاش اي اثر، مش مثلا متدمرة او في انقاض او كده، لا دي ملهاش اي اثر، اختفت بشكل كامل، ولا كأن كان في حاجة في المكان ده. والمكان ما فيهوش اي حاجة غير شق كبير مشتعل من جواه. والشرطة فضلت تبحث اكتر من 10
أيام عن أي دليل يقول لهم إيه اللي حصل في المنطقة دي، ولكن بدون أي نتيجة، ومفيش حتى ولا شخص من سكان المدينة لقوه عشان يوصلوا منه لأي حاجة. وبعد كام يوم، وتحديدا يوم 30 أغسطس، حصل زلزال تاني وكان بقوة 7.5 ريختر، وكان مركزه الشق اللي موجود في الأرض في مكان مدينة أشلي. والشرطة راحت هناك مرة تانية، ولكن الغريب بقى المرة دي إنهم لما راحوا ملقوش أي حاجة، حتى الشق اللي كان بيولع ده اختفى هو كمان. وبعد اللي حصل ده بقى والشرطة برضو معرفتش تلاقي أدلة، فقررت الشرطة قفل الملف ده خالص، وإن محدش يتكلم عنه تاني ويبقى ولا كأنه حصل. طب انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ تفتكروا ايه اللي حصل للمدينة دي؟ في الحقيقة أنا مش حابة أصدمكم، بس القصة دي بنسبة كبيرة جدا ما حصلتش أصلا. والله زي ما بقولكوا كده، لأن أصلا ما كانش في مدينة معروفة في الوقت ده باسم أشلي، ومفيش بلاغات ولا أي حاجة رسمية عن الكلام اللي حصل ده. وحتى لو كده، مش المفروض إن في آخر أحداث القصة كان في زلزالين حصلوا، واحد بقوة 8 وواحد بقوة 7.5 ريختر؟ طب إزاي وليه مفيش أي كلام عنهم؟ يعني دول زلازل قوية جدا وحصلوا ورا بعض في وقت قليل، كان المفروض والطبيعي إن يتم ذكرهم في التاريخ لحد دلوقتي، لكن حرفيا مفيش أي حاجة عن الكلام ده غير إن المدينة ما كانتش موجودة على أي خرائط قديمة ولا أي حاجة. لكن كان من وقت للتاني، وخصوصا بعد انتشار القصة دي، يطلع حد يقول إنه عيلته من هناك، أو إن كان ليهم بيت هناك، واللي حصل ده حقيقي، وكلام كتير محدش عارف مدى صحته إيه. طب إيه الحكاية والقصة دي انتشرت إزاي يعني؟ في الحقيقة إن القصة دي ابتدت تنتشر تقريبا سنة 2012 على موقع متخصص في القصص الخيالية والإشاعات والحاجات دي، وبس. من ساعتها ابتدت القصة دي تنتشر بشكل كبير جدا في كل مكان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن هل القصة دي قصة حقيقية؟ في الحقيقة محدش يقدر يقول ولا لأ طبعا. ممكن يكون فيها خرافات كتير، زي مثلا الفتحة السوداء اللي في السماء وغيرها، لكن ممكن يكون ورا كل الكلام ده حاجة حقيقية، لأن كل خرافة أو أسطورة لازم يبقى وراها جزء ولو بسيط حقيقي. فهنتكلم عن بعض النظريات اللي طلعت عن المدينة دي. أول حاجة، التدخل الحكومي. في ناس كتير بتعتقد إن الحكومة الفيدرالية كانت بتجري تجارب سرية في المنطقة دي، وإن هي المسؤولة عن اللي حصل في أشلي. وفي برضو نظرية شبيهة بتقول إن الجيش كان بيجرب أسلحة جديدة أو تكنولوجيا غريبة، وإن المدينة دي كانت ضحية للتجارب دي. وطبعا النظرية دي في ناس كتير مصدقاها، لأن دي واحدة من عادة الحكومة الأمريكية، يعني تعمل المصيبة وتخبيها وتظهر مع الوقت، أو ما تظهرش خالص. وفي برضو اعتقاد تاني، وهو البوابة الزمنية أو بوابة للعالم الآخر. دي من النظريات اللي ليها شعبية كبيرة. البعض بيقول إن الزلزال اللي حصل فتح بوابة لعالم تاني، أو إن المدينة انتقلت بالكامل لزمن مختلف أو بعد آخر. الشهادة دي مبنية على المكالمات الغريبة اللي جت من السكان قبل اختفائهم، واللي كانوا بيشوفوا حاجات غير مفهومة، أو حتى ناس المفروض إنهم ميتين ولكنهم عايشين لسه. وده برضو ممكن يفسر سبب إن المدينة اختفت لما كانوا بيحاولوا يشوفوها حتى قبل الزلزال، وده لأنها كانت بتنتقل لبعد تاني. اعتقاد كمان مختلف ومنتشر، وهو الكائنات الفضائية. النظريات عن الكائنات الفضائية دايما بتظهر في القصص الغريبة اللي زي دي. في ناس بتقول إن النور اللي كان ظاهر في السماء كان عبارة عن سفينة فضائية، وإن الكائنات الفضائية اللي فيها اختطفت المدينة بالكامل. الفكرة دي تعززت بالمكالمات اللي جات للشرطة من السكان، واللي كانوا بيتكلموا فيها عن وجود كائنات غريبة حواليهم، وإن المخلوقات دي استحالة تكون بشرية. وفي النهاية اختفاء مدينة أشلي فضل لغز لحد النهاردة، مفيش أي تفسير واضح للي حصل، وفضلت المدينة مختفية، وكل النظريات دي فضلت مجرد تكهنات، مفيش ولا واحدة فيهم معاها أدلة واضحة. وبس كده. لو عجبتكم القصة وحابين تسمعوا أكتر عن حكايات غامضة زي دي، أو لو حابين نتكلم عن قصة معينة، اكتبوها لي في التعليقات، وإن شاء الله هعملها الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.